أذكر لكم مثال، وبهذا المثال ندعو لفرجه. أحب في ختام كلمتي هذه أن نعيش مشاعر الإمام في زمان الغيبة. تصور إخواني، ظالم غاشم طاغية دخل المنزل، احتل البيت، وثم أخرجك من المنزل وحبس أهلك وعيالك وتسلط عليهم وصار أبا غشوما، وأنت خارج، وأنت ساكن خارج المنزل في حديقة البيت في منطقة خالية، تنظر إلى بيتك المحتل وتنظر إلى أهلك وهم من الشباك ينظرون إليك ويستغيثون بك، يقولون أبتاه انقذنا من شر هذا الظالم، وأنت مغلول اليدين. ماذا سيجري عليك؟ في كل صباح ومساء تنظر تسمع بكاء وأنين زوجتك وأولادك، والظالم يتحكم بهم يضربهم بالسياط، وتسمع التأوه والأنين وأنت مغلول اليدين. تصور ماذا سيجري عليك. قد تقول لا قدر الله هذا القدر لإنسان، لا لمسلم بل لإنسان أبدا. أو تعلم أن حال إمام زمانك في كل عصر حال هكذا إنسان. الأرض بيد غيره، الأرض بيد غيره، الفاسدون يعيثون في الأرض فسادا. ونحن كلما امتد بنا الزمان كلما امتد الظلم والجور. إذن الأرض ليست بيده، وأنصاره وأعوانه يستغيثون به. أنا لا أستبعد أن بعض من يقتل في طاعة الله عز وجل، إنسان مصاب بجروح خطيرة بعد الانفجار وهو ينزف دما ويعلم أنه سيموت بعد لحظات، أنا أحتمل أن الكثير منهم يقول يا أبا صالح المهدي أدركني. الذين قتلوا قبل فترة في انفجار جامع براثة في بغداد، هذا الجامع منسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه. الذي قتل في هذه الحالة، الذي قتل في مسجد الكوفة، والسهل طبيعي في اللحظات الأخيرة من أنفاسه يستغيث بإمام زمانه وهو يسمع ويرى، ولكنه مكتوف اليدين ينتظر فرجه. هذا حاله في زمان الغيبة. هنيئا لمن شاطره همه وغمه. يلتهب كل جمعة قلبي واقرأ لك يا المهد ندبة برضواه أم سواها. انت يا أغلى الأحبة، انت يا أغلى الأحبة، وتدري بفراق الحبايب غربة يا مدينة غربة. تدري بفراق الحبايب غربة يا مدينة غربة. ادرك الشيعة يا مهدي، الألم والغربة صعبة، الألم والغربة